شعب السودان. حتى حركات الكفاح المسلح اللي الناس كلها كانت تنظر لها بالشيطنة، وانه نازل هو سلطة ونازل قتلة ونازل مجرمين والناس الحرب دي ابرزت معادنه الحقيقية وقدموا فيها الشهداء. عشان كده خلونا نبدا بداية صحيحة. جيش قومي مهني يزول يشوف في رقبته فترة انتقالية من كل الناس اللي ساهموا في تحرير البلد دي بدمائهم دون إخصاء أي زول. بعد ذاك نسحب إلى انتخابات حرة وشفافة ونزيهة. ابتعدوا عن القبلية، ابتعدوا عن العنصرية، ابتعدوا حتى في المستقبل. ما نحن هسه متوحدين، لكن الوحدة الجميلة دي بجهلنا ما نفرتق. أنا هنا ما بتكلم عن الشعب السوداني جاهل، لا، بتكلم عن بعض الأفراد. في ناس بطبيعة حالهم عنصريين، في ناس بطبيعة حالهم كده شايف نفسه ده هو أعز مخلوق في الدنيا. والله يا أخوي كان كنت أسود ولا أبيض ولا أحمر ولا أخضر، ما أعز من زول، ما أشرف من زول، ما في شيء بيميزك. ربنا يميزنا بالتقوى والإيمان، بس ما ميزنا بأشكالنا ولا ميزنا بألواننا. وأنا والله قاعد أزعل في حاجة كثيرة جدا. يا جماعة منو اللي قال لكم الأسود ده؟ منو اللي قال لك كل العالم ده الزول الاسود تعب؟ يعني هسه هنا في امريكا دي، في كندا، في اوروبا، يعني تعب اسود تعب. منو اللي قال لك اخوي؟ اشتريتني نعم، زمان استعبدت جدودي، لكن ما اشتريتني. عودي عمرها ما كانت بلال ونجاح، وما في زول عب زول. تقبلوا بعض. لارين خلينا نشوف براون ده ونمشي قدام. ابشر خليه يتكلم. انا بس كنت انت يا ابو رهب اسلم عليك وازعلك من ايوه خلاص خليه يتكلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخ أبو رهب والأخ على الدين دندوم يا خبزول الرافي أخوي الكبير. كلهم لارين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسأل الله وسلم وعجل الشفاء الجرحى والعودة المفقودين من مواطنين البواسل، من جنود البواسل اليوم. يعني مشي إلى ملتقى الكرامة في مدينة مانشستر، وإن شاء الله منصورين بإذن الله. يلا يا أبو رهب، الكلام اللي ذكره أخونا على الدين وأخونا بيبي وذكر الإنسان موضوع جميل. يا ما إيش بالنسبة للعقلية بتاعت أنه العرب ما يقدروا بلد في السودان، والله العقلية بتاعت على السيف فرس النحل، أنه دي العبيد. في البيت الواحد يمكن يحتل البيت كل الشكلات، ده أسود، ده لونه فاتح، ده أخضر. دي على محدث ما مشكلتنا، لكن مشكلتنا في ناس شايفين المواضيع تاجروا بأهلنا. يعني إذا كان علينا بقى ناس زي اللي كاتب الريف الشمالي ده، يعني شكله زي متيتي لاعب برشلونة، يقول لك أنا ما داير نازله في الشمالية. ولو شفت ذاته يعني إن المغرب الزن يعني لا يلوي البطارية، ما هي ما باللون. نحن يا جماعة دين، احنا السودانيين دي الله خلقنا كده. احنا السودانيين يا جماعة بالذات يعني الله خلقنا زي الطبل كده، ما عندنا شبيه. في الدول الجمعنا يمكن يكون في شبه في الدول، لكن اللهم صل على رسول الله، الطبع بتاعنا والعادات بتاعتنا والإرث الورث الثقافي حقنا بيختلف. الناس بس لو الناس قبلت بالموضوع ده وخونا على دين من الناس اللي كانت بتتكلم في التاريخ، وانا بعرف من بدري في ان واخونا عقل المجانين ده نسال الله يتقبل منه. الناس لو قدرت في النقطه دي ما عندنا مشاكل. الحاجه المهمه والاهم الناس ما قدرت تفهمها ان حاليا يمكن حسب الدرجه اللي ورا تحبوتين ثلاثه تقدر قريبه. يا جماعه السودان ده زي علبة العجون، الحبه هنا